أقيم في مدينة لاس عنود عاصمة ولاية SSC خاتومو حفل تخريج ل181 طالباً وطالبة من طلاب مؤسسة الفرقان التعليمية، وهي الدفعة ال16 من خريجي مؤسسة الفرقان التعليمية في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية. حضر حفل تخريج الطلاب عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل والشؤون الدينية والدستور لولاية SSC خاتومو الجنرال عبد حسن محمد حجار، وجاراد جامع جاراد علي، ممثلاً لكبار أعيان المنطقة ومسؤولون محليون ومختلف فصائل المجتمع كالتجار وأعيان القبائل ودعاة المدينة وضيوف آخرين. وقد حث العلماء المشاركون في الحفل أهالي المدينة وطلاب العلم على الاستفادة من هذا الصرح المبارك الذي يتعلم فيه الطلاب دروساً في مختلف أبواب الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وحثوا الطلاب الخارجين على مواصلة زيادة معرفتهم كونهم حظوا